من اشهر محلات الحلويات والرز بلبن في اسكندريه بلبن. بلبن ده عامل بروباجندا عاليه قوي قوي بصراحه. اللي ماسك لهم الديجيتال ماركتنج شابوه كده. انا بقول لك من هنا شابوه. انا بقى مش عارف هل الشهره دي بسبب جوده المنتجات بتاعته، هل فعلا لما هناكله هيبقى احنا بناكل حاجه مختلفه، ولا الصيت ولا الغنى. عشان كده النهارده قررت كده، انا بكلمكم كده وانا لابس فورمال معلش عشان بس في المكتب. فقررت وانا مروح لفريده ان انا اجيب من عند بلبن ايه الحاجه اللي اسكندريه كلها بتتكلم عنها، القشطوطه. يعني انا مش عارف ايه القشطوطه دي، بس هنعرف النهارده وانا مروح، وهاكل انا وفريده وهنقول لكم راينا بمنتهى الامانه. هل فعلا الموضوع يستحق ان الناس تجربه؟ هل فعلا حاجه مختلفه وحاجه جامده جدا، ولا الصيت ولا الغنى؟ تمام، استنونا بقى لما اروح واقول لكم راينا فيها ايه. اديني هو واقف قدام بلبن عشان اخش اشتري القشطوطه ومتحمس جدا للتجارب. انتوا متحمسين معايا ولا لا؟ عموما انا متحمس. يلا بينا نروح نشتري القشطوطه. اديني لسه داخل يا جدعان، لسه داخل اهو من الباب. يا فريده. ايوه. ايوه ايوه، جبت لك ايه؟ ايه؟ القشطوطه. ايه ده بجد؟ والله القشطوطه يا جدعان من بلبن، وهنجربها زي ما قلت، ونشوفوا بقى هي فعلا تستاهل البروباجندا دي كلها، وبلبن نفسه يستاهل البروباجندا دي كلها، ولا الصيت ولا الغنى. هنشوف. ماشي، ماشي، يلا بينا نجرب. يلا بينا نجربها. هغير بقى هدومي واجي اجربها انا وفريد. استنوا. غيرت هدومي يا جدعان ويلا بينا ندوق القشطوطه. انا وفريد متحمسه. جدا متحمسه. جدا. هنشوف. هي عماله تتحايل عليا بقالها 3 4 ايام كده، عايزه القشطوطه، عايزه القشطوطه اللي الناس بتتكلم عنها، عايزه القشطوطه. مش كنت تعملي كده صح؟ اديني جبت لها القشطوطه اهو. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. دي معالق بلبن، وجاءت لحظه بدايه المعركه. يلا بينا. ادي يا جماعه القشطوطه اهو اهو. ادي القشطوطه ب 90 جنيه والله. لا مش هتقلب ما تخافيش. 90 جنيه يا جماعه، حر ونار. 90 جنيه. ماشي، مش عارف اقول لك ايه والله. طيب دلوقتي احنا جبنا 2. اول حاجه اللي هي بصي اهو، تاني اهو تاني اهو خلاص تاني اهو 90 جنيه. تمام. يلا بينا. اول حاجه جبنا اللي هي القشطوطه المانجا. تعالوا بقى ايه نفتح كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شكلها غريب، انا مش عارف يعني اهي. دي القشطوطه المانجا بتاعت بلبن. تمام. اصبري اصبري اصبري، احنا بنبدا يعني عايزين نقول للناس راينا. تاني حاجه يا جماعه، قشطوطه باللوتس والرز بلبن. الرز بلبن باين تحت اهو، مش عارف شايفينه ولا لا. يلا بقى. يلا ندوق القشطوطه. هو يعني مش عارف، مش فاهمك. تخش تاكليها جوه؟ طيب تخش تاكليها جوه مع نفسك. استنى بس ندوق تاني. مش عارفه مش. اخدت دلوقتي معلقه فيها رز بلبن، على قطعه قشطوطه، على حبه لوتس، يعني كده عشان تبقى ايه شامله كل اللي في الوجبه الجميله دي. بس مش عارف بقى طعمها هيطلع عامل ازاي. لا حلو. حلوه. اه ندوق المانجا. استنى كده. انا هدوق معاها المانجا ممكن. مش عارفه، طعمها غريب. حاسس ان اللوتس احلى. طب دوقني ندوق بس. تاني. اني ما بحبوش. لا مش عاجباني ولا دول. مش حلو. ولا دي ولا دي حلوين. مم. هو هي يعني هي وجهات نظر. انا بالنسبه لي انا فعلا شايف ان المانجا دي مش الحاجه الواو يعني. كويسه عاديه يعني، لا هقول حلوه ولا هقول وحش، كويسه مش حاجه اللي هي المبهره. اما بالنسبه للوتس فلا، احلى شويه من المانجا برضو. عشان رز بلبن. عشان الرز بلبن، ممكن الرز بلبن مخليها ايه يعني، فيها لبن اكتر كده، بتبظ كده. عارفين احساس البظظان ده؟ هي بتبظ. اخده ضجه على الفاضي. مش عاجباني خالص.
اخده ضجه على الفاضي. مم. يعني احنا اتفقعنا كده في 90 جنيه. للاسف. امم معلش بقى. بصوا يا جماعه، يعني هي فريده دلوقتي اصلا طلعت من الكادر وغضبت على القشطوطه، ومش عاجباها القشطوطه مع انها كانت هتموت وتجربها. انا بالنسبه لي لا، هي اللوتس عجباني، مش منبهر لا بدي ولا بدي بصراحه. المانجا فعلا طعمها اقل من اللوتس بكتير، بس يعني اللوتس كويس، مفيش حاجه توصل لدرجه الابهار، ولكن اللوتس كويس. يعني الفلوس اللي اتدفعت فيها انا مش زعلان عليها، اما الفلوس اللي اتدفعت في المانجا فانا زعلان عليها بصراحه. بس تديها كام من 10 كده؟ مش عارف، يعني انا مش حاسس ان احنا داخلين امتحان. انا بستغرب الناس اللي بتقعد تقول كام من 10 كام من 10. اصل يعني 6 من 10 7 من او 7 من 10 الواحد ده فرق في ايه مش عارف، يعني مش حاسه درجه تقييم. بس يا جماعه دي كانت تجربتنا مع القشطوطه، يعني اللي انا حاسه تجربة وحشة جدا. بالنسبه لي انا كويس. مو بتموع النفس قوي. بالنسبه لك وهي يا جماعه وجهات نظر، يعني ممكن انا احب اكله غيري ما يحبهاش. فبالنسبه لي انا اللوتس دي كويسه. المانجا هي فعلا مش قد كده، طعمها غريب. اما اللوتس مرضيه، لا هي الحاجه الواو قوي ولا هي الحاجه اللي هي وحشه قوي. فبالنسبه بقى لتجربتي الكامله مع بلبن، لا بلبن ممكن يكون اخد حجم اكبر من حجمه، او هو شغال على السوشيال ميديا والدعايه لنفسه صح، ولكن الدعايه مدياه حجم اكبر من حجمه. شايفه نقدر نقول كويس، لا هو واو ولا هو وحش، الستاندرد، الحاجه الستاندرد. لا بس الايس كريم بتاعهم حلو. الايس كريم بتاعهم احنا جربناه قبل كده كويس، بس برضه كويس. والرز بلبن بتاعهم يعني انا عن نفسي بما اني من اسكندريه، اكتر حد بحبه هو الشيخ وفيق. انا بالنسبه لي حاجه الشيخ وفيق احسن من حاجه بلبن 100 مره. بس هي الفرق ان بلبن عنده حاجات كتير مش عند الشيخ وفيق، قادر يعمل تعدد وتنوع في المنيو بتاعه وفي الاصناف. اما الشيخ وفيق هو ما عندوش الا الرز بلبن، الكسكسي، الايس كريم، ام علي، ما بيخرجش عن الاربع حاجات دول. لكن بلبن اللي بيميزه الاختراعات اللي عمال يعملها. انا بالنسبه لي النهارده التجربه نقدر نقول 60%. البتاع القشطوطه دي اللي هي اللي بالمانجا ما عجبتناش اصلا، بس واللي حاطين مانجا كتير، يعني بص حته المانجا قد ايه. بس طعم القشطوطه عموما ما عجبنيش. يعني طعم القشطوطه عموما ما عجبنيش. اما اللوتس لا عجباني، بس مش الواو زي ما وضح. مسكره قوي. بس يا جماعه، يمكن اللي مميز اللوتس دي رز بلبن اللي فيها، خليها زي ما بيقولوا كده جوسي، مع اني ما بحبش استخدم التعبير ده، بس هو مخليها جوسي ان هي بتبظ كده. انا بحب احس البظظان ده. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده في مراجعه القشطوطه. استنونا في فيديو جديد.